السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده معانا ديكور رمضاني تاني، يا رب يعجبكم. هنستخدم فيه قطعة الخشب دي قطعة ابلكاش. ولو عندكم كرتون ينفع برضو. ودي قطعة خيش. في البداية زي ما انتوا شايفين احنا عندنا القطعة الخشب مش مدورة، يعني فيها زوايد وكده، فانا هحاول ان انا اظبطها كويس واقص كل الجوانب الزيادة دي لحد ما الدايرة تبقى مظبوطة معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا ظبطت الدايرة معايا. دلوقتي بقى هقص قطعة الخيش على قد الدايرة اللي معايا لان انا هغلفها بيها، وهقص كمان الاطراف دي علشان اعرف ما تبقاش تخينة زيادة، واعرف الزقها على قطعة الخيش دي. هضيف كده شمع على اطراف الخشبة اللي معايا او قطعة الخشب المدورة اللي معايا دي. لو انتوا عندكم غطا جردل برضو ينفع، او كرتون ينفع جدا، المتاح عندكم اشتغلوا بيه. طبعا لازم هنا نفردها كويس جدا جدا، ما يكونش ما تكونش الخيش اللي معايا مش مفرود جامد، علشان تطلع الفكرة معانا شكلها حلو. هبدأ بقى اقص الاطراف دي كلها، لاننا لما بنقصها كده بنلزقها بكل سهولة وما بتكلكعش معانا خالص. بنبدأ بقى نلزقها كده زي ما انتوا شايفين، بتتلزق بكل سهولة وما ابدا ما بتلاقوش اي كلكعة فيها خالص، والفينش بيبقى حلو جدا. اتمنى منكم في بداية الفيديو تضغطوا لايك، واللي اول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب، اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصلوا كل جديد بقدمه في القناة. هنا ببدأ اساوي الخيش اللي معايا، ببدأ اظبط الشكل شوية واشيل كل الزوايد او كل القطع التخينة. وعندي دي قطعة كرتون بقصها على قد الشكل اللي معايا علشان اداري بيها الظهر بتاع الديكور بتاعنا. بتكون عندي بالشكل ده، شايفين مفرودة، والظهر كمان شكله كويس. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي الاشكال النجوم دي موجودة في كل المحلات، وهتلاقوها عندنا في البيوت كتيرة، هي اصلا بنستخدمها في المطبخ. وعندي الورقة الفضي دي، في من فضي وذهبي وبتبقى موجودة في اماكن كتير. حددت من الثلاث اشكال اللي عندي دول، حددت على الورقة وقصيتهم وجمعت المجموعة دي 10 من كل نوع، لان انا لسه هستخدمهم في ديكورات تانية. وعايزة الزقهم بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي على الاطراف كلها، بضيفهم كده بالمقاسات بتاعتهم، يعني اكبر واصغر واصغر عشان يديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده هنا شكل كروكي لسه عشان بشوف الشكل عشان الزقه ازاي وكده، واعرف هياخد معايا كام نجمة. ودلوقتي هبدأ الزقها بقى بنفس الشكل ده. ديكور بسيط جدا، بس هتشوفوا في النهاية قد ايه شكله حلو ورقيق. هنا لزقت كل النجوم وبقوا عندي بالشكل ده. انا سايبه اطراف بسيطه تخرج بره الدايره بتاعتي، هتدي شكل معايا كويس زي ما انتوا شايفين كده. وجبت ده قلم ماركر اسود، هبدأ اكتب بيه كلمة رمضان كريم. اعذروني بقى لو خطي مش حلو، يعني انتوا تقدروا تكتبوها بشكل احسن، ممكن تكتبوها عربي او انجليش زي ما انتوا عايزين. انا هنا بس بحدد الكلمة، وبعد كده هتقل عليها، هتقل اللون الاسود. يلا اللي وصل معايا للجزء ده للفيديو، اتمنى منكم تضغطوا لايك. بجد يا جماعة انا بتعب في الفيديوهات، وقلة التقدير منكم في اللايكات ده بيخليني ببقى مش عايزة اصور، وعندي افكار كتيرة جدا نفسي اقدمها لكم. فرجاء يعني ضغطوا لايك لو سمحتوا. اهي كتبت كلمة رمضان كريم بالشكل ده. ودي كانت قطعة ذهبي زايدة عندي لما عملت الفانوس، قصيت منها شكل فانوس وشكل هلال علشان اكسر بيها اللون الفضي وكده، وهيبقى شكلها حلو مع الذهبي ومع الخيش كمان، قصدي مع الاسود ومع الخيش، سوري.
عندي بقى الشرشوبة السودا دي عايزة الزقها كده في الديكور بتاعنا. حسيت ان شكلها هيبقى حلو فهبدأ الزقها كده. هلزق بس عليها قطعة كرتون صغنونة علشان تمسك معايا كويس، وهركب كمان الجزء اللي انا هعلق منه الديكور بتاعنا، والزق عليه قطعة كرتون عشان يبقى قوي. بقى عندي بالشكل ده. ايه رأيكم؟ شكله جميل وبسيط ومش هياخد منكم وقت ومش مكلف ابدا، وما فيهوش هو لا دهان ولا اي حاجة، علشان اللي بيقولوا لي احنا مش بنعرف نستخدم الدهانات. ديكور بسيط. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو بتاع الفانوس ده. اتمنى لو الديكور بتاعي النهارده ده عجبكم تضغطوا لايك وشير، واللي اول مره يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصلوا كل جديد بقدمه في القناه. وهوريها لكم دلوقتي وهي متعلقه على الحيط. شايفين قد ايه شكلها حلو قوي؟ بجد شكلها في منتهى الشياكه، وبجد الفيديو ظالمها، التصوير بيظلم الافكار بتاعتنا. بحبكم قوي قوي قوي، وهتوحشوني للفيديو الجاي، وما تنسونيش في تعليق جميل منكم. باي باي.